عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، أهلا ومرحبا بكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل وفاة المنتج طارق صيام وخروج جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الأربعاء. شهد الوسط الفني صباح اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 خبرا حزينا بإعلان وفاة المنتج طارق صيام أحد أعمدة الدراما المصرية وصناعها الكبار، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على روحه عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور أسرته ونجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على وداعه الأخير. وقد تركت وفاة المنتج طارق صيام أثرا بالغا في قلوب محبيه وزملائه الذين اعتبروه نموذجا للإبداع والالتزام والنجاح. مسيرة حافلة من العطاء في الإنتاج الفني. بدأ الراحل مشواره الفني منذ عام 1984 ليبني خبرة واسعة امتدت لأكثر من 4 عقود، ويصبح أحد أبرز المنتجين في مجال الدراما التلفزيونية والإعلانات. تولى منصب رئيس مجلس إدارة شبكة تلفزيون النهار عام 2018، حيث ساهم في تطوير المحتوى الإعلامي بشكل ملحوظ. وتؤكد وفاة المنتج طارق صيام أن الساحة الفنية فقدت قامة كبيرة صنعت تاريخا ممتدا من الأعمال الناجحة. أبرز المسلسلات التي تركت بصمة في الدراما المصرية: قدم المنتج الراحل مجموعة من الأعمال التي لا تزال محفورة في ذاكرة المشاهد المصري، أبرزها مسلسلات العار، البطنية، العطار والسبع بنات، آدم، خطوط حمراء، كيد النساء، دلع بنات. هذه الأعمال لم تكن مجرد إنتاجات عابرة، بل شكلت محطة مهمة في تاريخ الفن المصري. واليوم تأتي وفاة المنتج طارق صيام لتغلق صفحة أحد أبرز العقول التي ساهمت في تشكيل وجدان المشاهدين عبر الشاشة الصغيرة. الوسط الفني يودع طارق صيام بقلوب حزينة. حرص عدد من الفنانين والمنتجين على نعي الراحل عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن وفاة المنتج طارق صيام تمثل خسارة كبيرة للدراما المصرية. وأكد المقربون منه أنه كان يتمتع بسمعة طيبة، وأنه دعم العديد من المواهب الفنية الشابة ووقف وراء نجاحات كبيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفقيد. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.